المدرب الجديد لفريق إشبيلية لم يعتمد على الحارس المغربي ياسين بونو كحارس أساسي، بل تم تعويضه بالحارس الصربي ديمتروفيتش، والذي تلقى هدفين في الشوط الثاني ليتعادل نادي إشبيلية بهدفين. اللاعب المغربي النصيري سجل الهدف الأول والهدف الثاني عن طريق ماركوس. سالتا فيغو يتعادل مع إشبيلية بهدفين. وشهدت المباراة لقطة محزنة أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي للحارس ياسين بونو في مقعد البدلاء، ويبدو أنه غير راضي عن الوضع الذي يعيشه داخل النادي، وخاصة عندما تلقى فريق إشبيلية هدفين. لقطة الحارس ياسين بونو أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عشاق الأسد المغربي ياسين بونو.